من أسماء الله سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر. اختيار توقيت الرزق والفتح من ربنا سبحانه وتعالى ده اختصاص إلهي. يعني ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما أقول لك كده، ده قرارك أنت، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي اللي بيعمل اللي عليه في التخبيط وطرق أبواب الرزق بس الرزق متأخر، بيفوض أمره لربنا ويستمر في السعي، والسعي ده هو اللي انت بتحاسب عليه يوم القيامة، وده دورك كعبد. وبالتالي في مسألة الجواز لو الأطراف كلها موافقة وكلنا عاملين اللي علينا بس في تأخير في الزواج، يبقى في شيء في قدر الله سبحانه وتعالى من علم ربنا في مصلحتنا وما ينفعنا والأرحم لينا والأنسب لينا، جعل في تأخير في الرزق ده. هنكمل زي ما احنا في الجوازة اللي احنا فيها دي لغاية ما ربنا يأذن بقدره سبحانه وتعالى ان يتم الزواج على خير، وندعي كتير.